مساء الخير. أنا ممدوح من مصر، بشتغل مستشار مالي في أكبر شركة تأمين موجودة هنا في كندا، وبعمل فيديوهات عشان أعرف الناس إيه اللي بيحصل. النهاردة هنتكلم على فبراير الأسود. شهر فبراير عامة بيبقى مش شهر ظريف، لأنه بيبقى برد جدا والناس بتبقى كسلانة والشغل فيه قليل. حتى وإحنا في مصر كان الكلام ده موجود هنا في كندا، موجود في كل حتة في العالم. انما ليه انا قلت عليه شهر فبراير الاسود؟ تعالوا نرجع من ورا شويه ونشوف ايه اللي حصل، وبعدين ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل في شهر فبراير. عشان ليه قلت انا عليه فبراير الاسود؟ هنبتدي من اول ما ترامب انتخبوه رئيس لامريكا، وهو ما كانش معاه الحق انه يتكلم، ولكن كان بيطلع يتكلم ويقول انه هياخد قرارات كذا وكذا وكذا. من ضمن القرارات اللي قالها ان انا هفرض ضرائب 25، جمارك 25% على كندا والمكسيك، الحاجات اللي بيبعتوها لينا، لان ده مش فير ومش عارف ايه والكلام ده. ترودو رئيس الوزراء بتاع كندا كبر دماغه وما ردش عليه، وبعدين رؤساء المقاطعات ابتدوا يتكلموا، فعمل لهم اجتماع، وبعدين راح طلع على فلوريدا، قعد مع ترامب، هو ومعاه ناس. ترامب هزقه زياده وراح قال له انت الولايه 51 من امريكا، وكلنا عارفين القصه اللي حصلت دي كلها. تمام. ترودو جه اول السنه واستقال، بس ما استقالش استقاله كويسه، استقال هو بنفسه من الحزب ال- ومن رئاسة الحكومة، وما خلاش الحكومة نفسها هي اللي تستقيل، وده طبعا عمل مشكلة وأجل البرلمان لغاية آخر مارس. وده عمل زي فراغ سياسي في موجود، كان يستغله ترامب كويس جدا. خلى الكلام ده يحصل ان المقاطعات ابتدت كل واحده تشتغل لوحدها. رئيسه البرتا، وزراء بتاعت البرتا، طلعت على ترامب تقابله، وبعدين كان عايز يطلع بتاع اونتاريو. المهم ترودو لمهم وقال لهم لا، نشتغل كلنا حاجه واحده. لغايه ما ترامب ابتدى يمسك الحكم. لما ترامب مسك الحكم، اول حاجه عملها ان هو ما مضاش على الزياده دي اللي هو قال عليها. وانا كنت قلت في الفيديو اللي فات ان هو ترامب من الشخصيات اللي بيحاول دايما عشان يفرض سيطرته في المفاوضات ان هو يطلع يدي تهديدات كتيره جدا وتهديدات جامده، فيخوف اللي قدامه، فيبقى اللي جاي قدامه خايف، فيقدر هو يحط الشروط اللي هو عايزها. انما ما وقعش على الزياده وما عملش اي حاجه خالص وما اتكلمش عنها خالص في اول يوم من حكمه. بس بعد كده قال ان هي اول فبراير، فده اول تاريخ عندنا، اول فبراير الزياده اللي هتحصل في الجمارك. طيب هو ترامب مش فاهم كويس ان هو لما هيزود 25% على الحاجه اللي جايه من كندا البلد عنده هتتاثر؟ اكيد فاهم الكلام ده كويس، وعارف ان هو هيرفع سعر المنتجات 25%. طبعا اترد عليه من هنا، زي مثلا رئيس الوزراء بتاع كيباك رد بمنتهى البساطه وقال لك احنا عندنا عقد في الكهرباء، احنا بنورد الكهرباء لكل الحتت اللي تحتينا في امريكا، فلو حد هو كسر العقد انا كمان اكسر العقد. يعني ايه يكسر العقد؟ يعني ممكن يقطع الكهرباء، ممكن ما توصلش، بس ممكن يزود اسعار الكهرباء. فلو زود اسعار الكهرباء وهو هناك زود 25% زياده، المواطن الامريكي هيعمل عليه ثوره، لان هتبقى اسعار الكهرباء غاليه جدا. وطبعا قيس على كده بقى البترول والنفط وكل حاجه. ترامب دعا المصانع اللي هي موجوده في كندا بتاعت العربيات وموجوده في اونتاريو، وقال لهم تعالوا انزلوا اشتغلوا في امريكا تاني، ووقفوا الانتاج من كندا. بيعمل حاجات غريبه جدا، وانما هو عنده القوه في هذا الموضوع. تريدو رد عليه وقال ان انا ما فيش امل ان كندا تبقى الولايه 51 بعد ما هو قرر موضوع ان كندا هتبقى الولايه 51. فرد عليه ايلون ماسك رد مهين جدا وقال له جارل، يعني يا فتاة انت دلوقتي مش حاكمة كندا، فما رأيك ما يهمناش في حاجة. لغاية كده الكلام ده كله معروف واتكلمنا عليه قبل كده. بس الجديد في الموضوع ان ايلون ماسك طلع، اللي هو المستشار دلوقتي بتاع رئيس ترامب، المستشار المالي، وقال ان انا كمان هزود اسعار تسلا في كندا، مش فارقة معايا. فهزود اسعار تسلا، عربيات التسلا، وسمعنا انها قد تصل الى $9000 في السيارة العادية اللي هي الستاندرد، اللي هي اقل موديل. وطبعا ده رقم كبير جدا على المستهلكين. طب هو ايلون ماسك مش فاهم ان هو لما يزود اسعار تسلا الناس هتسيب تسلا وتروح حتة تانية؟ طب ما في مليون اسعار كهرباء، ولا هي اسعار الكهرباء كلها اللي اسعارها هتزيد نتيجة ان تسلا زود برضه؟ جايز ووارد. طب وكل ده هيعمل ايه في كندا؟ طبعا دي بهدلة، بهدلة، لان هو لو ترامب نفذ وعده، وحتى لو ما زودش كل الحاجات وزود على حاجات معينة 25%، ده معناها ان في كندا ممكن ما تعرفش تبيع لأمريكا المنتجات دي، وبالتالي المصانع تبتدي تقفل وتنزل تشتغل في أمريكا زي ما هو قال. وبالتالي الناس كمان هتفقد الوظائف بتاعتها، ودي هتبقى كارثة على الحكومة في كندا اللي هي ما فيش أساسا حكومة، أو على رؤساء الوزراء في كل المقاطعات كلهم، هتبقى كارثة في المقاطعات كلها. طيب ترودو ترامب اتكلم بعد كده تاني على الولاية 51، فطلع فريلاند اللي هي اللي كانت وزيرة المالية في الحزب الليبرالي، وطلع اللي هو المرشح معاها للحزب الليبرالي اسمه مارك، وقالوا له لا وانسى، واحنا عندنا سياسات واحنا هنعمل واحنا هنسوي.
والكلام ده كله طبعا مش جايب نتيجة مع ترامب ومش فارق معاه. ترودو رد عليه بقى بفيديو بان امريكا عايز تبقى عظيمه وانت بتقول ان امريكا جريت ومش عارف ايه والكلام ده. احنا نقدر نساعدكم لان امريكا عمرها ما هتبقى عظيمه من غير بترول، من غير نفط، من غير كهرباء، واحنا عندنا الحاجات دي فنقدر نساعدك فيها. ترامب ما عبروش ولا رد عليه في الموضوع لغايه ما حصل اجتماع في اوضه من كذا يوم، او يمكن من امبارح او اول، ومع رؤساء الوزراء بتاع المقاطعات، وطلبوا منهم ان هم يشتروا بضاعه كندا. نشتري بضاعة كندا. فكروني بمصر لما كانوا بيعملوا أيام المقاطعة، مقاطعة المنتجات الأمريكية، فهنا بقى نشتري الحاجات الكندية. فاكتشفنا إن هو كندا أساسا كل مقاطعة عاملة زي حدود بينها وبين المقاطعات التانية، ما بياخدوش البضاعة بتاعتها. أنا مستغرب جدا ليه. حاجة غريبة جدا. يعني مثلا ممكن كيباك عندها خشب المقاطعات التانية ما بياخدوش، هما بيصدروه. مثلا في نيو برونزويك او في مقاطعة مثلا تانية عندهم شركة أدوية محطوطة لهم حظر ان هو ما يقدروش يبيعوا الأدوية للمقاطعات التانية. حاجة غريبة جدا. المهم قرروا وطلعوا قرار ان احنا هنشتري المنتجات الكندية، والناس كلها تشتري المنتجات الكندية عشان كندا تقدر تقف على رجلها قصاد الموضوع ده. زاد وغطى الموضوع ده موضوع امازون. الامازون كيباك اللي هيقفل المصانع بتاعته في 15 فبراير، مش المصانع، المخازن بتاعته في كيباك كلها يوم 15 فبراير. اتقال ان الكلام ده من ترامب، بس هو اللي انا عرفته ان هو مش من ترامب. اللي عرفته ان هم الموظفين دخلوا مع النقابات في كيباك، والنقابات ليهم شروط وليهم مش عارف ايه وايه، فامازون قالت لهم يعني كبروا دماغكم بقى، انا مش عايزاكم خالص وهنقفل فروع كيباك كلها. طب ده هيأثر على الناس اللي بيشتروا حاجات من امازون في كيباك؟ ده اكيد. المشكله الاكبر الناس اللي هيمشوا 1700 موظف هيمشوا من امازون كيباك هيروحوا فين؟ ودي كارثه تانية مستنيانا فبراير. عندنا اول فبراير زياده الجمارك، اول فبراير زياده تسلا، 15 فبراير في كيباك قفل امازون. ايه اللي جاي بعد كده؟ ما نعرفوش. مفيش حكومه، مفيش مجلس شعب، مفيش اي حاجه خالص. طبعا مش هرجع واقول ان كل السبب ده احنا عارفين مين السبب فيه، وانما في الاخر انا عندي كذا سؤال عايز اقوله، يعني حاجه حرقني كده شويه. طب هو احنا لما هنقول ان احنا نشتري منتجات كندا وان المقاطعات تقدر تبادل الحاجات بينها وبين بعض، يعني مثلا اللي بيعمل عربيات ممكن يديها الكيباك بدل ما هي تستورد من بره، وكيباك تقدر تدي الخشب لناس تانية، والبترول يجي عندنا، والادويه تتوزع. طب ليه الكلام ده ما اتعملش من زمان؟ هو احنا لازم المشكله تحصل عشان نجري ونعمل الكلام ده؟ ايه الفرق بيننا وبين اي حد تاني في الدول العالم الثالث او كده اللي هو بيستنى المشكله تحصل عشان نحلها؟ الكلام ده ليه ما اتعملش؟ طب ما يعني انت كنت ماسك الحكومة 10 سنين، دلوقتي 9 سنين. ليه الكلام ده مفكرناش فيه من زمان؟ ليه اساسا مستنيين لغاية اخر لحظة؟ الحاجة التانية، هو احنا ليه معتمدين على امريكا 100%؟ كل صادراتنا يقول لك 80% من صادرات كندا بتروح امريكا. ليه؟ هو مفيش بلاد تانية ربنا خلقها تقدروا تصدروا لها؟ ليه ما كانش فيه التفكير ده ان احنا ننزل نصدر للناس في امريكا الجنوبيه؟ ليه ما فيش تفكير ان احنا نقدر نصدر لاوروبا؟ هتقول لي اوروبا بعيده، طب ما احنا بنجيب عربيات من اوروبا عندنا هنا في كيبك. هي ايه المشكله يعني؟ انما تفكير عجيب جدا. تالت حاجه، ليه ما بيسمحوش لمستثمرين اجانب تانيين غير امريكا بس هي اللي شغاله هنا؟ يعني ما بشوفناش مثلا شركات صيني عملاقه جايه تشتغل، ما شفناش شركات روسي، ما شفناش شركات الماني، ما شفناش اي حاجه. هو امريكا بس المسيطره على الموضوع. انتوا ليه قاعدين تحت ايد امريكا لهذه الدرجه؟ ليه؟ هل كل ده في الاخر ما يوصلناش اللي احنا فيه؟ اكيد يوصلنا. المشكله ان احنا عندنا هتبقى في كارثه ممكن تبقى جايه في شهر فبراير. ربنا يستر، لان احنا مش عارفين ايه تداعيات الموضوع. هو اكيد مش هيحط جمارك 25% على كل حاجه، اكيد هيحط على حاجات معينه هو عارفها اللي هي مش هتمس المواطن بتاعه لان هو ما يقدرش يمسه. وانما دي بدايه حاجه مش كويسه. تسلا بدايه حاجه مش كويسه. قفل امازون كمان 1700 وظيفه. انتوا متخيلين لو الوظائف دي عماله تقل 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 ومفيش فلوس ومفيش استثمار ومفيش شركات ومفيش اي حاجه، الناس دي هتعمل ايه؟ حاجه من الاتنين، يعني تشتغل على الويلفير اللي هو المنحه بتاعت الحكومه، وبالتالي الحكومه هتتخنق اكتر واكتر واكتر، او الحاجه التانيه انها هتسرق للاسف. ربنا يسترها علينا، وإن شاء الله شهر فبراير يعدي كويس من غير مشاكل، ونشوف بعد كده هنوصل لغاية مارس، ونشوف البرلمان لما هيجي يبتدي يشتغل إيه اللي هيحصل، ونمشي خطوة بخطوة مع بعض. يومكم جميل.